بُص بقى عشان أنت إيه، ما تتعبش معايا الفترة الجاية، الألترا 7 ده بقى بالنسبة لنا كده حاجة كده بسيطة جدًا، بس المرة دي ديلا تيوت 7650 كأنك ماسك حتة بريسيشن بالضبط، طبعًا خامات المعدن، نتكلم طبعًا على الNPU والAI boost عشان يبقى أنت لو شغال على الAI كل التفاصيل دي كلها بقت موجودة في الألترا 7 دلوقتي في جهاز 16 إنش ديلا تيوت، الجهاز المحبب أوي للشركات والcorporate دلوقتي موجود منه سيريس 7 7650 ألترا 7 زي ما أنت شايف حالته عاملة إزاي، جهاز زيرو بجد، جهاز لسه في ضمان ديل، كل اللي أنت محتاج تعرفه عن الجهاز استنى المراجعة الكاملة للجهاز ده على قناتنا على اليوتيوب، بس من هنا أي جهاز ألترا 7 بتدور عليه سواء كان ديل بريستيشن سواء كان ديل لاتيوت أو حتى كمان الالين وير، استنى برضو في فيديو للجيمنج أنا مش هسيبك، سواء ورك ستيشن سواء كان بيزنس، بس دلوقتي المعالجات دي بقتش تخلي الأجهزة اللي تدور عليها بيزنس، الجهاز ده تقدر تعمل عليه بشكل أساسي لكل شغل بتاع المكتبي وزيادة كمان، بس فيديو الالين وير ده فيديو مميز جدا، فيديو ليه اللي مستني جهاز جيمنج، دايما وانت بتدور اختار الفئه الاعلى حتى لو كان استخدامك جيمنج سواء ورك ستيشن، دايما بتروح الفئه العاليه، انت ترتاح في تبريد وترتاح في خامات تصنيع بتخلي الجهاز فعلا يعيش معاك، كل ده موجود عندنا في منتج ستور بضمان سنه 36 نص ميلو قاد ارض الجولف مدينه نصر.